يا أهلاً بالجميع. كلنا نستخدم الإنترنت يومياً، بس هل فكرنا للحظة كيف إن ضغطة زر بسيطة على الكيبورد تقدر تفتح لنا عالم كامل على الشاشة وفي أقل من ثانية؟ في هذا الشرح رح نغوص في التفاصيل ونفكك هالعملية المعقدة خطوة بخطوة من جهازكم مباشرة إلى السيرفر البعيد. القصة كلها صدقوا أو لا تصدقوا بتبدأ من حركة بسيطة جداً نعملها يمكن مئات المرات في اليوم من غير ما نفكر فيها أصلاً، مجرد ضغطة زر. لكن هذه الحركة البسيطة هي الشرارة اللي بتشعل سلسلة عمليات معقدة جداً، وهي اللي بتخلي الإنترنت كله يشتغل. طيب، خلونا نفكر في السؤال ده بجدية. لما نكتب google.com في المتصفح وندوس Enter، إيه اللي بيحصل بالضبط في الأجزاء دي من الثانية؟ الموضوع أكبر بكتير من مجرد صفحة بتظهر على الشاشة. دي رحلة بيانات كاملة، رحلة مذهلة بتحصل في لمح البصر. الموضوع فعلا يبدو وكأنه سحر، صح؟ كيف الطلب تبعنا بيقدر يسافر آلاف الكيلومترات، يمكن يعبر محيطات وقارات عشان يوصل للسيرفر في بلد تاني خالص ويرجع لنا بكل المعلومات دي، كل ده في أقل من غمضة عين. هذا هو اللغز الكبير اللي إحنا هنا عشان نحله سوا. أكيد في ناس بتسأل نفسها دلوقتي، طيب ليش لازم أهتم بكل هالتفاصيل التقنية المعقدة؟ والجواب بسيط جدا، لأن فهم الرحلة دي بيفتح أبواب وقدرات جديدة تماما، خصوصا لمجموعة معينة من الناس، المبدعين والمطورين اللي بيحلوا المشاكل. يعني إذا كنت مطور باك إند وشغلك هو بناء الأنظمة دي، أو مبرمج حابب تفهم بعمق الأدوات اللي بتستخدمها كل يوم، أو حتى لو كنت مجرد شخص فضولي وعايز تعرف إيه اللي بيحصل ورا الكواليس، فصدقني هذا المحتوى صمم خصيصاً لأجلك. بالضبط، هذا هو تركيزنا الأساسي. إحنا هون عشان نبني مع بعض فهم عميق وجذري، فهم رح يغير تماماً الطريقة اللي بنشوف فيها الويب، وهذا وعدي إلكم. وطبعاً عشان تكون رحلتنا منظمة جهزنا خريطة طريق واضحة. هذه هي المحطات الأساسية اللي راح نمر فيها عشان نوصل في النهاية لفهم متكامل لكيفية عمل الويب. شوفوا، الهدف هون مش مجرد معلومات سطحية أو قشور، لا، إحنا رح نغوص في الأعماق. هدفنا نشوف الآلية الحقيقية، المحرك اللي بيشغل كل شيء بنشوفه على الإنترنت. طيب، إيه هي خريطة الطريق دي؟ أولاً حنبدأ بأهم سؤال: ما هو الإنترنت فعلاً؟ بعدها رح نتعرف على اللاعبين الأساسيين في القصة دي، الكلاينت والسيرفر. ومن هناك حنتبع رحلة الطلب أو الريكوست خطوة بخطوة. بعدين حنكشف سر ال DNS ونفهم الفرق الجوهري بين HTTP و HTTPS. وفي النهاية رح نفك شفرة لغة الشبكات، عناوين IP والبورتات. والآن كلمة سريعة عن طريقتنا. اللي بوعدكم فيه هو إن رح نبتعد تماماً عن الكلام النظري والحشو اللي ما له داعي. كل تركيزنا رح يكون على الفهم العملي، الفهم اللي نقدر نستخدمه بجد. الفرق بين طريقتنا والطريقة التقليدية واضح جداً. بدل الكلام النظري المعقد والفلسفة المجردة، إحنا رح نستخدم أمثلة من واقع الحياة عشان نبسط كل شيء. هدفنا فهم حقيقي وعملي، مش مجرد كلام نظري وحشو. خلونا نكون صريحين، كتابة الكود هي بس قمة جبل الجليد، أيوة، الجزء اللي كل الناس بتشوفه. لكن القوة الحقيقية والخبرة الفعلية بتيجي من فهم كل اللي بيحصل تحت السطح. هذا الفهم العميق للباك إند هو اللي بيميز المطور المحترف عن المطور العادي. وهذا هو الهدف النهائي لكل السلسلة دي، إننا نوصل لفهم عملي يخلينا واثقين من نفسنا وقادرين نحل أي مشكلة من جذورها، وفهم يخلي كل واحد فينا مطور باك إند قوي ومتمكن. تمام، الآن بعد ما حطينا الأساس ورسمنا خريطة الطريق، صار الوقت جاهز للانطلاق. المغامرة الحقيقية بتبدأ من هذه اللحظة. أنا متأكد تماماً إن المعرفة اللي رح نكتسبها سوا في السلسلة دي رح تعمل فرق حقيقي وكبير، مش بس في طريقة تفكيرنا بل في مسارنا المهني كله. اعتبروها انطلاقة لمستوى جديد تماماً. فالسؤال الآن، هل الجميع مستعد نبدأ هذه الرحلة ونكشف أسرار الإنترنت بطريقة ما شفناها من قبل؟ ممتاز جداً، جهزوا حالكم، لأن في المرة الجاية رح نبدأ رحلتنا الفعلية ونجاوب على أول وأهم سؤال: ما هو الإنترنت حقاً؟ متحمس جداً وأشوفكم هناك.